آه، مرحبا بك بمدينة الناظور كوافد جامعي من تونس الشقيقة. يعني السؤال اللي غادي نطرحه عليك وهو يعني كيفاش يعني كيف ترى كرة اليد الناظورية مقارنة مع كرة اليد بتونس الشقيقة بصفتك كعضو جامعي داخل المكتب الجامعي التونسي؟ أنا قبل كل شيء أنا منسق نائب رئيس في تونس في جمعية عريقة. الآن زيارتي متكررة للمغرب الشقيق هو عشق لكرة اليد بحكم علاقاتي الوتيدة برئيس الجامعة الملكية بالسيد العمراني، بالسيد اليزيد، بأغلبية رؤساء الجامعات كحسين قرسيف، كاتحاد طنجة، كهلال الناظور، كوداد سمارة، كعدة رؤساء جامعة معناها رؤساء نوادي. زيارتي هذه جاءت في مقابلة تونسية بحتة دربي بين هلال الناظور وحسين قرسيف. هلال الناظور اللي دربه اللاعب الدولي السابق والأستاذ السيد زهير بن مسعود، مدرب شاب طموح له في جعبته ما يزيد لكرة اليد وما ينفع لكرة اليد في الناظور. والسيد جلال بن خالد لاعب دولي سابق ومساعد مدرب المنتخب الوطني سابقا الامبورت. السيد جلال بن خالد هو مدرب حسين قرسيف. مقابلة كانت وصلت مستوى راقي متقارب نسبيا بحكم البصمة التونسية الواضحة بدون غرور بدون مجاملة. البصمة اللي وفرها المدرب زهير بن مسعود الهلال الناظور والتقدم الملحوظ في أداء اللاعبين إذا معناها فنيا. حسيت كونه مقابلة للأمانة، حسيتها كأني مقابلة تونسية بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي بحكم طريقة اللعب. طريقة اللعب جلال بن خالد نجم نقولها حتى اون فرونسي هي يلعب فيها تاك بلاسي، وبالنسبة لزهير بن مسعود يلعب في هوندبول معناها مودرن، معناها لعب كرة يد عصرية مونتي بال وعنده دي كومبينيزون باهين، معناها قاعد يقدم في الإضافة للهلال الرياضي بالناظور. وانا نحس اللي كونه المدرب زهير بن مسعود قاعد يقدم في اضافه كبيره ياسر وقاعد يقدم كره اليد في الهلال، الا انه بعض اللاعبين اللي مازالوا ما تبقوش بحكم معناها عنده توا شهرين هو في هلال الناظور. نتمنى من اهالي واحباء كره يد بهلال الناظور وعلى راسهم الحاج سليمان رئيس الجمعيه وعلى راسهم السيد كاتب العام للجمعيه السيد الهواري اللي قاعد يقدم في الاضافه باش يزيدوا يساندوا الجمعيه ويقفوا معناها صفا واحد باش ينهضوا بكره اليد. واللي كره اليد انا بالنسبه لي انا وصلت الافريقيا معناها عندها ما تقول الرياضي بالناظور ينجم يوصل حتى افريقيا وينافس معناها الانديه الكبار في الموسم القادم بحكم العمل وتواصف العمل. بالنسبه لكره اليد المغربيه قاعده في تقدم للامانه، كي نشوف مولوديه مراكش، كي نشوف الجيش الملكي، كي نشوف وداد سماره، كي نشوف اتحاد طنجه سابقا اش قدم واش عطاه، ولكن الظروف الماديه هي اللي حسيتها هي قاعده معناها ناقصه. اثنين الحكام البارح ما انبهرت بمستوى التحكيم، انبهرت بمستوى التحكيم الثنائي اللي حكم مقابله حسين قرسيف وهلال الناظور مستوى راقي الامانه. كره اليد المغربيه قاعده تقدم في تقدم واضح ونتمنى لها النجاح ونتمنى التوفيق لهلال الناظور وجميع الفرق الموجوده معناها في المملكه المغربيه. ونتمنى من الاطارات العليا لهالبلاد هذه هلال الناظور وحسين قرسيف واتحاد طنجه ومولوديه مراكش يساندوا الفريق اللي قاعد معناها لعبه حلوه، لعبه مزيانه زوينه باش تقدم كره اليد المغربيه. وهذا ما نقولوا ونشكر جميع اطارات هلال الناظور على الحفاوه، على حفاوه الاستقبال، على راسهم السيد الهواري وعلى راسهم معناها جميع اطارات المديره لهلال الناظور معناها. ونشكر جميع الناس اللي عاشوا في الناظور. انا عديت معناها 3 ايام معناها مزيانين. وبالله اخر كلمه هو الف مبروك للسيد هواري كاتب عام لهلال الناظور لانتخابه في الاتحاد العربي كعضو في الاتحاد العربي. ونعرفوا قاعد باش يقدم الكره اليد المغربيه بدخوله الاتحاد العربي منافسه كبيره وقاعد باش يقدم، ونعرف اللي انا باش يقدم السيد الهواري. شكرا لكم. شكرا جزيلا. اذا غادي نمشيو عند الاطار مدرب فريق هلال الناظور وكرة اليد السيد زهير بن مسعود كما قال بانه يعني اضفت الكثير الى كرة اليد الناظوريه. اذا ما هي الوصفه التقنيه التي اضفتها الى فريق
هلال الناظور لكرة اليد حتى أصبح من الفرق القوية التي يحسب لها ألف حساب داخل منظومة كرة اليد الوطنية للقسم الممتاز. بالنسبة لي أنا أول تجربة لي خارج تونس باش خديت فريق هلال الناظور. بون توا ما نجموش نقولوا الفريق قدم برشا بصفتي لكوني أنا بالنسبة لي أنا عندي شهرين و20 يوم بريسك في الهلال الناظور اللي راني فيه. دونك نتصور إذا باش يتحسن برشا الهلال الناظور يلزمو برشا وقت، يلزمو كيما نقولوا ان بروجي دو ترافاي، يلزم خدمة تاع عام وعامين باش ينجم يكون من الأوائل في المغرب. دونك هوني نتصور أنا يلزم العمل القاعدي، يلزم معناها الخدمة تكون او نيفو دي جون معناها في الصغار القاعدي باش تنجم معناها الهلال الناظور ينجم يطلع دي جون باهيين ويقدم بيه. دونك هنا نشوفوا اللي صحيح الهلال الناظور تقدم، فما حاجات صارت وشيكات صغار معناها، اما نتصور زاد الهاند بول في المغرب يلزم يقدم اكثر، خاطر بوتيتر لي مويان موجودين لهنا معناها، فما لي مويان اللي تنجم يتقدم الهاند بول في المغرب كيما نشوفوا تونس كيما نشوفوا مصر. سورتو معناها لازم التركيز على العمل القاعدي، الفورماسيون دي جون في الصغار. فما جمع